لو انت واحد هدفك انك تخس دهون وماشي على دايت وبتتمرن كويس بس انت مش شايف نتيجه، في الفيديو النهارده هقول لك على 3 حاجات ممكن تكون اول مره تعرفهم لو انت عايز تخس دهون. فيلا بينا. بيجي لي ناس كتير بحكم الشغل اللي انا شغال كابتن في جيم، وساعدت اكتر من الاف الكلاينت ان هم يوصلوا لهدفهم ويحققوا حلمهم. بيجي لي منهم اسئله متكرره زي كوتش انا عايز اخسر الدهون اللي في بطني، الدهون اللي في بطني دي بقالي كتير قوي بتمرن وماشي على دايت بس مش لاقي نتيجه. طب السؤال هنا، هل الدهون اللي في البطن دي زيها زي اي دهون في الجسم؟ تعال اقول لك. الدهون اللي في البطن بيبقى فيها مستقبلات الالفا اكتر من المستقبلات البيتا. مستقبلات الالفا دي بتساعد على تخزين الدهون، اما مستقبلات بيتا دي بتساعد على حرق الدهون. فعشان كده منطقه البطن دي عندك اخر منطقه بتنزل فيها الدهون واخر منطقه انت بتشوف فيها نتائج. فانت اهم حاجه دلوقتي انك تصبر، تمشي على الدايت كويس، تتمرن كويس وما تستعجلش النتائج. النتائج جايه واحده واحده. النقطه الثانيه ان انت بتوزن نفسك غلط. دلوقتي في ناس بتبقى ماشيه على دايت وبتتمرن ومفكره نفسها ان هي كل يوم لما تطلع على الميزان لازم تلاقي الميزان بيقل. الكلام ده مش مظبوط. انا عايز اقول لك على حاجه هتصدمك، ان انت ممكن تزيد 2 كيلو في اليوم بسبب بس حاجات بسيطه، حاجات زي الاكل والشرب وان انت ما دخلتش الحمام. فازاي توزن نفسك صح؟ اول حاجه تثبت ميزان واحد تقيس عليه وزنك. تقيس امتى؟ اول لما تصحى من النوم، تخش الحمام، تفضي معدتك، بعد كده توزن من غير ما تكون واكل او شارب. ده قياس الوزن الصح. بالنسبه للبنات في اوقات في الشهر ما ينفعش توزني نفسك فيها خالص. الفتره دي حاولي تتجنبي انك توزني نفسك خالص عشان بتبقي حابسه ميه بصوره كبيره. النقطه الثالثه اللي عايز اكلمك فيها ودي مهمه قوي، مش شرط ان انت وزنك عمال يقل على الميزان ان انت كده بتخسر دهون. لا بالعكس، انت ممكن تكون بتخسر ميه او بتخسر عضلات. خساره العضلات يا شباب حاجه خطر جدا. اهم حاجه تخلي بالك منها وانت بتنشف او عايز تخسر الدهون اللي في جسمك انك تحافظ على العضلات اللي عندك. هتحافظ على عضلات يعني كده هيبقى عندك سرعه الحرق كويسه، جسمك قادر يتخلص من الدهون بصوره احسن. دي نقطه. النقطه الثانيه لما تيجي تنزل في الوزن هتلاقي جسمك مشدود، مش هيبقى عندك ترهلات. قارن بين اتنين، واحد نزل في الوزن وهو محافظ على كتلته العضليه وواحد تاني نزل في الوزن من غير ما يحافظ على كتلته العضليه. هل الاثنين هيبقوا نفس الشكل؟ استحاله. طب يجي السؤال دلوقتي، انا هحافظ على عضلاتي ازاي وانا بنشف او بخسر دهون او مقلل سعراتي؟ اول حاجه هنعلى بالبروتين انتاج بتاعنا. لازم تبقى بتضرب وزن جسمك في 1.6 لحد 2.5. ده الجرعه التمام للبروتين في اليوم. طبعا بتختلف على حسب مستواك وعلى حسب كميه العضلات اللي عندك. النقطه اللي بعد كده في الحفاظ على العضلات ان انت نظامك التدريبي يبقى بكثافه عاليه وشده عاليه. لازم تمرن العضلات حوالي من 16 مجموعه لحد 21 مجموعه، ايا كانت عضلات كبيره او صغيره. ال 21 مجموعه دي يا اما تتمرنها مره واحده في الاسبوع يا اما مرتين في الاسبوع. والنقطه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها برضو، ما تفرحش ان انت من اول يومين 3 نزلت 3 كيلو مثلا على الميزان. عايز اقول لك ان ممكن يكون جسمك حابس ميه وتخلص منها. يا شباب كل جرام كربوهيدرات بتدخله جسمك بيحبس قصاده 3 جرام ميه. فانت طبيعي اما تكون عامل دايت ومقلل سعراتك ومقلل الكارب بتاعك تلاقي جسمك بيطرد الميه الزياده اللي فيه. النقطه اللي بعد كده ودي بونص من عندي، الميزان والانبادي مش هما الحكايه كلها ومش هما كل حاجه. وزنك ممكن يتغير من لحظه للتانيه. انت اهم حاجه تراقب شكل جسمك في المرايه عامل ازاي، تراقب اوزانك عامله ازاي في التمرين، تراقب مقاس وسطك كل 10 ايام تقيس في وسطك كده وشوف هل في تغيرات ولا لا. لازم تبقى متابع نفسك، ما تعتمدش على الميزان او الانبادي عشان تشوف نتائج. انت دايما شوف التطورات اللي بتحصل لك. بس كده يعتبر اكون خلصت حلقه النهارده. يا رب الحلقه تكون عجبتك. ما تنساش اللايك، تشترك في القناه لو مش مشترك. لو عندك اي سؤال اكتبه لي في الكومنتس وقول لي الحلقه الجايه عايزها تبقى عن ايه. وبس كده، سلام.